السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير يا ربي. وصفتنا لنا اليوم هي عباره على كوكا. الكوكا اليوم حندير لكم طريقتي الخاصه اللي دائما نديرها بها وناجحه معايا، وان شاء الله تنجح تاني معكم. ما فيهاش مكونات بزاف، انا هنا حنقول لكم العجينه كيفاش راح نديروها. اما بالنسبه للحشو تستعملوا اللي تحبوا. انا اليوم حنستعمل جوست التكتوكه تاع البصل، ندير البصل والطماطم والفرماج. هنا نبداو بالعجينه. نحتاجو 6 كيلات فرينه دقيق ابيض، نص كيلة زبده دايبه، شويه ملح. هنايا نحتاجو الماء باش نلمو العجينه، ونحتاجو النشا اللي هي المايزينا باش نحلو العجينه. ونبداو على بركه. كما راكم تشوفوا نجيبو الريسيبيون تاعنا، نحطو 6 كيلات تاع الفرينه تاعنا. هنايا مغربلين، من الاحسن مغربلين، دايما نستعملوا الفرينه تاعكم مغربله. نزيدو لها شويه ملح، ونزيدو نخلطوها هكا شويه، ندخلو جوست الملح، ونزيدو لها نص كيلة تاع الزبده. هنايا تكون دايبه وبارده، ما تحطوهاش سخونه. ونبسسو العجين تاعنا. هنايا بعد ما دخلنا الزبده والملح والفرينه مع بعضهم هكا بسسناها، نجيبو الماء تاعنا ونبداو نلمو في العجينه هكذا حتى تحصلوا على عجينه متماسكه، ما تكونش يابسه وما تكونش طريه بزاف. كنوصلوا للقوام اللي نحوس عليه. نعس لكم كيفاه كما راكم تشوفوا. هاني بعد ما نميت العجينه نبقاو ندخلوا فيها هكذا في بعضها. راكم تعجنوا فيها بصح ما تديش العجين بزاف، على بالكم الفرينه بلي ماهيش هي كما الدقيق السميد يعني. هكذا باش تحسنا عليها كما قلت لكم تجي طريه بصح ما تلصقش في اليد هكذا. هنا راح نديرو كما قلت لكم لموها مليح في بعضها، دخلوها طيب بيان هكذا، ماشي حتى تعجنوها بصح لموها مليح. حنا حنقسموها الان الى بوايعات. نديرو كما قلت لكم جيبوا النشا تاعكم، حطوها فوق لو بلان دو طرافاي تاعنا هكا، ونحطوا العجينه تاعنا هكذا، نقسموها كويرات رقاق على حسب البلاطو اللي راح نديرو فيه. هنايا تجي لازم تقسموها على 8 قرصات. هنا رايحين نديرو 4 من التحت و4 من الفوق. واحده هنايا قسموها على 2، وكل نصف قسموه على 4. ديروها كل قد بعضها هكا باش ما تجيش وحده خشينه وحده رقيقه. 1 2 3 4 هكذا. بعد ما قرقبناهم بكل على شكل دوائر هكذا، نجيبو بلا تاعنا نحطو فيه النشا كما قلت لكم. واذا ما عندكمش نشا استعملوا الفرينه، بصح من الاحسن النشا. ونحطو القرصات تاعنا هكا، ونزيدو نرشوا لها من فوق، نرشوا لها من فوق شويه نشا، ونخليوها ترتاح. هنايا ما تستخدموهاش قبل من ساعه، منها راح تعذبكم. وحنا نسحقوها رقيقه، تسمى كل ما تخليوها ترتاح كل ما حتعطيكم نتيجه مليحه. ونرجعوا ان شاء الله بعد ما تريح ونكملوا خدمه مع بعض. هنايا رجعت لكم، انا خليت هنايا العجينه تاعي خليتها ساعتين ترتاح كما راكم تشوفوا. راهي رتحت قيس ساعتين. هنايا انا طيبت التكتوكه تاعي ثاني كما قلت لكم. درت هنايا شويه بصل مع شويه طماطم، التكتوكه تاع البصل عاديه. والبلاطو تاعنا ها قدامنا، بلاطو هذا عادي ندهن هكا كما راكم تشوفوا. ندهنوه بالزيت ونبداو نحلو في العجينه تاعنا. كيفاش نبداو نحلو في العجينه تاعنا؟ كما قلت لكم راح نعاونوا روحنا بالنشا. نحطوا النشا فوق لو بلان دو طرافاي تاعنا هكا، ونبداو نحلو فيها. هنايا نحلوها رقيقه بسم الله. شوفوا كيف تحت كيفاش قاعده تحل معنا بسهوله. خلاص كما قلت لكم باش ما تلصقلكمش. حلوها على قد البلاطو تاعنا تكون رقيقه. هنا كل واحد الشكل تاع البلاطو تاعو. انا كما شفتوا او كلي مستطيل، تسمى نحلها بالطول هكا.
هنا بعد ما حلينا العجينه تاعنا نجيبو هنايا شويه زيت مع البانسو كما راكم تشوفوا. هاي قد ما رهيفه بزاف حليناها. هنايا كنت دهنت البلاطو تاعي مليح بالزيت. نجيبو هنا البلاطو كما قلت لكم لازم تكون قد البلاطو تاعكم. كي تحت ما راهيش راح تقطع لنا هكذا. انا حليتها قد البلاطو هكذا جوست تعدلوها مش حتقطع لكم كي تخليوها ترتاح. كيما شفتوا هنايا بعد ما حطيناها في البلا تاعنا نجيبو الزيت. هنا قلت لكم زيت عادي ونجيبو البانسو وندهنو الورقه الاولى تاعنا. هنا ندهنوها كامله بالزيت. هنايا بعد ما دهنا الطبقه الاولى نزيدو نحيو البلا تاعنا ونزيدو نحلو الطبقه الثانيه كيما حلينا الطبقه الاولى. كما قلت لكم نعاونو بالنشا ونحلوها رقيقه خلاص على قد البلا اللي راح نديروه. بسم الله. هنا بعد ما حلينا العجينه الثانيه كما راكم تشوفوا كيفاش رهيفه نزيدو نحطوها فوق الطبقه الاولى اللي دهناها بالزيت. هنا بعد ما حطينا العجينه الاولى فوق العجينه الثانيه عفوا فوق العجينه الاولى نزيدو ندهنوها هي ثاني بالزيت ونكملوا نفس الطريقه كما قلت لكم حتى نكملوا 4 طبقات. دوك انا نزيد ندهن هذه بالزيت الطبقه الثانيه ونزيد نحل الطبقه الثالثه نحطها فوق هذه الطبقه ونزيد ندهن الطبقه الثالثه بالزيت والطبقه الرابعه نحطها بصح ما ندهنهاش بالزيت نحط فوقها طول الحشوه. كما راكم تشوفوا هنايا انايا درت 4 طبقات وبكل طبقه وطبقه حليتها دهنت بالزيت. الطبقه الرابعه ما دهنتهاش بالزيت. هنايا كتشوفوا دي بول جوست انقبوهم بالموس ولا كوردون هكا باش ما يبقاوش باك دي بول باش تجينا مرقه مليح وخليو فيها الحراف هنايا باش ما تخرجوناش الحشو تاعها. في الطبقه الرابعه كما قلت لكم ما حطيتش الزيت ونجيب الحشوه تاعنا ونحطوها كل واحد هنا الحشوه كيما يحب يديرها. كيما شفتونا هنا بعد ما حطيت التكتوكه تاعي وزدت لها شويه فرماج من الفوق نزيد نبدا نحل 4 طبقات تاع العجين فوقها. هنايا هاني حليت العجينه اللي حنحطها من فوق كما راكم تشوفوا. جبت البلا تاع الكوكا تاعنا نحطوها فوقها هكا جوست نعدلوها. هنايا كما قلت لكم حلوها رقيقه هنايا باش تعاوننا باش تجي مرقه احسن. كما قلت لكم هنا الطبقه الثانيه الاولى اللي حطيناها نزيدو ندهنوها بالزيت كما دهنا اللوط حتى نكملوا الطبقات تاعنا في 4 كما قلت لكم 4 طبقات من التحت و4 طبقات من فوق وبين كل طبقه وطبقه ندهنوا بالزيت ابار اللي في الحشوه هذيك الطبقه الرابعه الاولى. الطبقه الرابعه ما ندهنوهاش بالزيت نحطوا طول فوقها الحشو هكذا. انا هنا استحليت الطبقه الثانيه اللي من فوق حطيتها فوق الطبقه الاولى اللي حطيناها ونزيدو ندهنوها هكذا بالزيت. هنايا انا حطيت الطبقه الثالثه وقاعده ندهن فيها كما راكم تشوفوا بالزيت. كما راكم تشوفوا انا حطيت هنا الطبقه الاخيره يعني الطبقه الرابعه. هنايا تقدروا تنحيو الطرف الزايدين كي تبداو تخدموا تنحيو حتى الطرف حتى تخلصوها كامله باش تقدروا تنحيو الطرف هادو الخارجين هكا. انايا هنا كما راكم تشوفوا جبت صفرته بيضه نحط له شويه ملح باه ما تجيش صامته ونخلطوه هكذا وندهنوا الكوكا تاعنا. هنايا بعد ما دهنتها كما راكم تشوفوا هنايا كش ما تلقاو دي بول جوست تدخلوا فيهم هكا شويه الموس وقطعوا ونقبوهم فقط هكا شويه. والان انا نقطعوها هكذا قبل ما نطيبوها. بسم الله بشويه عليها فقط. هنا يقطعوا قد الشكل اللي حابين تقطعوه وثاني قد ما تحبوا تقطعوها قطعوها هكذا. وهنايا ما نسيت ما قلت لكمش الفرن تاعكم يكون قاعد يسخن لازم لها الفوق يكون سخون. انا حطيته ديجا يسخن راه سخن وصل لدرجه الحراره تاع 200 درجه. نطيبوه من 200 ل 220 هكذا.
هنا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت قطعت انا هنايا تقدروا تزينوها بحبات زيتون من فوق كما تحبوا، تزينوها بالمعدنوس ولا كل واحد كما راكم تشوفوا. هاي الكوكا تاعنا بعد ما طابت انا هذا ما خرجتها من الفوق. نخليها شويه تبرد، خليوها تبرد باش تقطعوها شويه سخونه. كما راكم تشوفوا جات كلي لا بات فويتي بزاف مورقه بدون عجينه المورقه. انا خليها تبرد هنا ومن بعد نرجع لكم في طبق التقديم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا رجعت لكم بعد ما بردت لنا الكوكا تاعنا، جات بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها من كل قلبي. انا هنا جوست حبيت نعت لكم قطعه كيفاش جات مرقه، شوفوا كيفاش جات مرقه من داخل. طبقات تاعها هنايا كل مرقين حتى هنايا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها كيما نجحت معايا ان شاء الله. هذه الطريقه دائما ناجحه، على بها حبيت نتقاسمها معكم اليوم. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش تجربوها وديروا جيم للفيديو، تشتركوا في القناه لاول مره يزور قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو مع الوصفه الجايه ان شاء الله.